يا صباح الفل والجمال على كل اخواتنا اللي متابعينا وعلى الناس الجديد اللي منورنا. النهارده جاي لكم فيديو جديد بلوكيشن جديد في مكان جديد، وبان انا بصيف والجو عجبني وبقى لي اكتر من اسبوع بتست الجهاز دوت. زي ما انت شايف كده الجهاز دوت انا بتست عليه من اسبوع عشان اقدر اقول لك كل التقييم كامل شامل. النهارده بقى انا هفتح معاك الجهاز الجديد وهحكي لك عن تجربتي مع الجهاز دوت، وهقول لك ايه المميز فيه وايه اللي ما عجبنيش فيه. نبدا اولا بالليمون بالنعناع قبل ما نفتح الديفايس الجديد. ومنتج اسمه سوبر 21 تبع شركه اسمها فيكو. المنتج دوت حرفيا هو للسوق المصري. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انت لو مسكت في ايدك اليمين ازازه شويبس ليمون بالنعناع والجهاز دوت في ايدك الشمال، انت حرفيا مش هتعرف تطلع الفرق. يعني انت الفليفر في بقك مش هيتغير. انا مش فاهم، مش عارف اوصفها لك ازاي، لان المنتج لسه مش موجود في السوق عشان اقول لك مثلا فلان جرب او فلان ما جربش. هو المنتج لسه جديد وباع حاليا تبع البراند الاماراتي فيب ستيشن، شركه محترمه. بس مش عايزين نتكلم دلوقتي في اي تفاصيل عشان ما حدش يفهم ان انا بطبل. خلينا في ايه، في الخلاصه. اولا الديفايس ذات نفسه، الديفايس كمنتج عاجبني جدا. ما تقوليش ليه، لان اول مره ديفايس يجي شفاف بدرجتين الوان بتدريجه. الالوان مناسبه مع الفليفر جدا، ليمون ونعناع. درجات الالوان. هكلمك بقى عن حجمه ومساحته والقصه ديت. بيجي بشاحن تايب سي، شاحن تايب سي 6000 نفس، 13 مللي ليكويد بريميوم، 90% منه فليفر. ما تقوليش ازاي، لان التجربه اللي انا مريت بيها حرفيا انا كنت بشرب فليفر بس. ده بالنسبه لليمون بالنعناع. اما المنتج بقى الثاني اللي معانا واللي عاجبني حرفيا ومتحمس ان انا اجربه وقلت مش هجربه الا قدامكم انتوا، الخوخ مانجا بطيخ. ازاي؟ انا ما اعرفش. هنبدا كده مع بعض نفتح الجهاز. التقفيله طبعا بتاعته حاجه محترمه، هنفتحه قدامكم اهو عشان ايه، نبقى بنجربه قدام الناس. نبدا كده. تمام. طبعا السكراتش كود هنا اللزقه بتاعته، وهنيجي هنا نشيل طبعا المبسم. اروع بصراحه. اما انا مش قادر، مش هينفع اقول اشيك او مش اشيك، لا، لان الاثنين بيلعبوا بصراحه في الوان في حته ثانيه. هنا 3 درجات الوان اللي هو البطيخ والمانجا والخوخ، وهنا الليمون بالنعناع. يعني انا مش فاهم اقول لكم ايه. نبدا نجربه كده، نتست مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. المانجا طاغيه. يعني الناس اللي بتحب المانجا قوي، ناس من عشاق المانجا هيحبوا المانجا. المانجا حرفيا والله بلا نقاش فرغلي. اللي جرب فرغلي عارف يعني ايه المانجا ديت. يعني اللي هيكون جرب المانجا بتاعت فرغلي هو اكتر حد هيعجبه الجهاز دوت. الجهاز خوخ مانجا بطيخ، بس اللي طاغي فيه المانجا، وادائها احسن ما انا كنت متوقع بكتير. وبالنسبه لي من احسن المانجا اللي انا عملت عليها تيست السنه دي، من احلى انواع الفيب اللي انا جربتها، ومن احلى انواع الليكويد اللي انا مريت بيها. ده احسن مانجا. انا مش قادر افصل الخوخ ولا قادر افصل البطيخ من الموضوع. هي المانجا طاغيه، الموضوع هنا مانجاوي خالص. فانا بصراحه عايز اخد نفس تاني. بصوا انا مش قادر اتكلم من عظمه المانجا اللي موجوده هنا. مش فاهم المنتج، يعني بامانه مكيفني. الليمون بالنعناع هنا انا لما جربته الفتره اللي فاتت حسيت بجد ان احنا في مجتمع الديسبوسيبل. الموضوع هيبدا يفرق قوي وهيبقى طاغي جدا. ليه؟ لان جهاز مفيش سبنت خالص، يعني مفيش رذاذ بيطلع في بقك. كتمه النفس في الجهاز دوت تحسها ان انت بتشرب من بود مكتوم للناس عشاق السجاير، او الناس اللي عايزين يبطلوا السجاير. او دوت انا رشحه يا ساده للناس اللي مقبلين على الفيب وخايفين من التجربه، او يجيبوا منتج غالي فيمروا التجربه مش كويسه معاهم، او او يلبسوا في جهاز غالي مثلا، او في مشاكل كتير. انا بالنسبه لي كافضل تيست ليك او انت لسه مبتدئ، ده انا رشحه لك وبشده، لان الفليفر اللي فيه طاغي، لان انت تحس ان انت بتشرب فليفر مصري مش مجرد فليفر عادي. اما بقى عن البيتش مانجو ووتر ميلون، يعني الخوخ مانجا بالبطيخ، في حته ثانيه ريحته بس كده اصلا حوار. ما بالك بقى انت لو بتست الجهاز دوت وانا قاعد. على فكره انا اغلبيه الفيديوهات بتاعتي بقول نفس الكلمه، بس حرفيا احنا مجتمع الفيب بدا يخش في مرحله انا شايفها من مراحل التطور الجامده والانتشار السائد.
فانا عايز الناس كلها تبدا الجهاز دوت، لو اي حد جاي من بره مصر يبدا يجيبه معاه، او اي حد يعني لو انت تعرف اي حد جاي من الامارات او اي دوله عربيه من الخليج او اي دوله في الصين او ايا كانت الدوله اللي جاي منها، تطلب منه يجيب لك الجهاز دوت. جهاز سوبر 21 من شركه ييكو. الفليفر الليمون بالنعناع دوت انا ما رضيتش اطلعه او اهديه لاي حد بسبب الكواليتي بتاعته في الفليفر، وبسبب ادائه في كتمه النفس، وبسبب سعه بطاريته اللي بتقضي معاه اكتر من اليوم، والديزاين بتاعه الفشيخ حرفيا. فلذلك دوت على وشك الانتهاء، يعني بقى له اكتر من اسبوعين معايا. انا مش بشرب عليه دريك بس، دايما كل يوم لازم يعدي عليا، لازم كل يوم احل يومي بيه. فلذلك ده هيبقى جهازي الجديد، هو ده الاكسبيرينس الجديده اللي انا محتاج اجربها او ارشحها للناس. وحرفيا الجهاز دوت يستحق ان انا اعمل له ريفيو هديه مني لشركه فيب ستيشن. بالنسبه للجهاز دوت زي ما قلت لك ان هو هيبقى جهازي الشخصي، ويستاهل ويستحق ان انا اعمل له ريفيو محترم زي دوت في مكان زي ما انتم شايفين كده. مبروك عليا، مبروك عليا، عشان دوت لسه مش مسموح بيه البيع في مصر، او لسه ما نزلش مصر هنا. وارشح اي حد جاي من اي حته، لو انت ليك صديق قريب غريب بعيد ايا كان مين، اطلب منه يجيب لك 5 6 من دوت، هتستمتع. 5 6 بكل الفليفرات بتاعته. حرفيا جهاز يستحق المراجعه من شركه فيب ستيشن. شكرا على الهديه الجميله، ودايما موفقين. وما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب وتدعموني، وشويه الحركات اللي انتوا عارفينهم دول بقى. السلام عليكم.